القاعدة التي وضعها أئمتنا لحل هذه القضية، قضية اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد، تتلخص في الكلام الذي سأقوله الآن. اسمعوه جيدا. إذا اجتمع على حرف المد الواحد أكثر من سبب، يعني أكثر من تعريف، انطبق أكثر من تعريف للمدود، أعمل السبب الأقوى وأهمل السبب الأضعف. أعمل الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة، كان المدين نفس القوة، أعملا معا، أعملا معا. هذه هي القاعدة. أعيد: إذا اجتمع على حرف مد واحد أكثر من سبب، أعمل الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. هذا الكلام المكثف الذي قلته سنفرده الآن فردا طويلا عريضا، لا نبقي صورة إلا في القرآن العظيم إلا ذكرناها من خلال اللوحات التالية التي سنعرضها. ننظر إلى اللوحة التالية. قاعدة أقوى السببين: إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. أنا أعذر من يسمعنا وهذا البحث بالنسبة إليه بحث بكر لم يمر عليه سابقا أو مر بشكل مشوش، أعذره إن كان يعني يجد صعوبة شوي في الفهم. دائما الله يسلمكم الأمثلة توضح القاعدة. ما ذكرته إلى الآن بحث مجرد، بحث عقلاني مجرد. من خلال الأمثلة التي ستأتي معنا كونوا مطمئنين، ستفهمون كلكم بإذن الله تعالى هذه القاعدة. هذا البحث الشائك لخصه أستاذي وشيخي العلامة الجليل الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى وجزاه الله عني وعن أمة الإسلام خيرا. هذا العلامة الذي توفاه الله سنة 1429 هجري رحمه الله تعالى، وبفقده فقد العالم الإسلامي عالما كبيرا جليلا من علماء القراءة والتجويد، ألف الكتب المنظومة والمنثورة. وشعره رحمه الله ما يسمى بالسهل الممتنع. في شيء من الشعر اسمه السهل الممتنع، يعني تجد العبارات سهلة لكن يصعب عليك أن تنظم على منوالها. هذه ملكة قل من أعطيها من الشعراء. اسمعوهما من الشعر السهل الممتنع. يقول رحمه الله: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. أعيد: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا، يعني على حرف مد واحد، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هذان البيتان نراهما على اللوحة التالية لعلكم تحفظونهما. قاعدة أقوى السببين: قال العلامة المقرئ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 29 و400 وألف هجرية: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هذه هي قاعدة أقوى السببين التي ذكرها أستاذنا وشيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة
السمنودي رحمه الله تعالى. نعود إلى اللوحة لنتبين هذه الخمسة. لاحظوا بارك الله فيكم، أقوى المدود لازم واحد، فما اتصل هذا الثاني، فعارض هذا الثالث، فذو انفصال هذا الرابع، فبدل هذا هو الخامس. إذن هي ترتيبها خمسة، أعلاها اللازم وأدناها البدل.